ابني واخد 64 غرزة في وشه، ابني مروح بيته متشلفط، وشه متشلفط. سواق اوبر بيتعدى على طالب قاصر عنده 16 سنة في المعادي، وكل دوت علشان الاختلاف في طريقة الدفع، ان انا اخرج ابني عنده 16 سنة سليم ويرجع لي بالليل متخرشم، وكل دوت علشان خاطر بيبص في جيبه ما لقاش معاه فلوس، وبيقول له هبعت لك الفلوس حالا. السواق قال له لا، وينزله في نص الطريق وما استكفاش بكده. الولد بيقول له انا مش هعرف اروح مشي، ما استكفاش بكده. يا اخي اعتبره اخوك الصغير. نزل وهو ما شاء الله جته كده ومليان، مسك الطالب ال 16 سنه اللي ما يقدرش يدافع عن نفسه، خرشمه بمعنى الكلمه. يعني انا مش عارف يا جماعه، اوبر يعني المفروض نقضوا الناس على ابلكيشن ولا اي حاجه ان هم ما يتعرضوش للناس اللي بتركب معاهم. يعني مش اي حد يشتري عربيه او حد معاه عربيه ويفتح ابلكيشن على اوبر او اي برنامج وانا اروح اركب معاه وابني يركب معاه يرجع لي متخرشم كده عشان خاطر طريقه دفع. بجد ما ينفعش. اسمعوا والدته قالت ايه، اسمعوا كده والدته قالت ايه معايا كده. يا استاذ احمد، انا لميس مامة سليمان، الواقعه بتاعت اوبر. ابني باختصار راكب اوبر، انا منزله له على الموبايل بتاعه ابلكيشن اوبر علشان المفروض ان ده امن حاجه، وانا اللي بدفعه، حطها بالكارت بتاعي كروتي انا علشان اطمن دايما ان ابني هيروح بيته دايما سليم. ابني مروح بيته متشلفط، وشه متشلفط، ابني واخد 64 غرزه في وشه علشان سعادة البيت سواق عايز فلوسه كاش عشان 250 جنيه كاش. بيقول له انا واخد رحلتك دي عشان انت ب 250 جنيه، انا عايز ال 250 جنيه كاش. ابني عشان 250 جنيه فتح لي وشه 64 غرزه. يا جماعه احنا في دوله قانون، احنا في دوله قانون، ومش اي حد هيشتري عربيه يفتح بيها برنامج علشان يركب بيه ناس عشان يسترزق. كلنا بنخرج علشان اكل عيشنا بالادب والاحترام، ودوت يعني 16 سنه قاصر. اعتبره اخوك الصغير، اعتبره اخوك الصغير. شيروا الفيديو يا جماعه، وطبعا السواق ليه حق الرد، وبتمنى ان اي سواق اوبر او اي برنامج تاني يراعي اللي بيركب معاه اخته او ابنه او امه او ابوه او اي حاجه. شيروا الفيديو يا جماعه وتعالوا الصفحه. السلام عليكم.